بطل اعتماد على الأسباب، بطل اعتماد على نفسك، بطل اعتماد على عقلك، بطل اعتماد على مالك. الأسباب لما تعجز منك وجناحينك يتكسروا تفضل برضو طاير بقدرته. اوعى تتهيألك ان انت اوتيته على علم عندك. انا عبد ولي يا رب يدبر امري ولا علم لي وهو حسبي ونعم الوكيل. المملكة دي كلها في ايد الديان، يقدر لو حبك يديها لك كلها من غير عنا. أما تستحي أن تعصاني في ثوب أنا سترتك به؟ يا عبدي لو رفعت عنك كفي صرت في الوجود عدم، فأنت أكبر ما في الوجود إن أطعتنا وأصغر موجود إن عصيتنا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، ماشيين في سرب واحد كده. طيب لما بتطير نقدر نقول انها ماشيه بحولها قوتها، شاطره بتعرف تطير. ويقبضنا، طب لما بتلم جناحها مين اللي بيرفع ما بيخليهاش تقع؟ ايه اللي بيخليها ما تقعش؟ شوف القدره بتاعت الملك. عايز يقول يا اولاد هذا الملك يسير بنظامي وانا قيوم عليه، ولا يقع في ملكي ولا يطير في ملكي ولا يسبح في ملكي ولا يربح في ملكي إلا بما أريد. الله صل على سيدنا. هذا الملك ملكي، هذا الملك داري، أرفع فيه من شئت وأضع فيه من شئت. اوعى تتهيألك ان انت اوتيته على علم عندك. اوعى تقول ده شطاره مني، اصل انا بعرف اكتب كويس، اصل انا بعرف انشد كويس، اصل انا بعرف ابيع كويس، اصل انا بعرف اشتري كويس، اصل انا شاطر. لا، قل انا عبد ولي يا رب يدبر امري ولا علم لي وهو حسبي ونعم الوكيل. هذه الاشاره اللي عايز يعلمها لك ربنا. ما تقراش بقى كده وخلاص. اولم يروا، يعني ده ربنا يسوقنا الى شهود بديع عظمه افعاله في الوجود. يقول لك انت ما شفتش العصفور وهو طاير؟ طيب كويس، وهو طاير كده فارد جناحينه في السماء كده بشكله الجميل ده اللي انا خلقه له برضه، انت ممكن تتغش فيه وتقول عصفور بيطير كويس، عنده ذكاء في الطيران، شاطر. طب لما بيلم جناحه مين بيرفعه في السماء؟ اوعى تقول لي بقى العصفور اللي ماسك نفسه ما يقدرش، لو عايزينه يقع نشيل ايدينا من عليه ينزل في الارض ما يحطش منطق. صح ولا غلط؟ اولم يروا الى الطير فوقهم عايز اقول لك بطل اعتماد على الاسباب، بطل اعتماد على نفسك، بطل اعتماد على عقلك، بطل اعتماد على مالك، بطل اعتماد الا علي. أنا لو معتمد علي صحيح الأسباب لما تعجز منك وجناحينك يتكسروا تفضل برضو طاير بقدرته. أولم يروا إلى الطير فوقهم ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. يعني أنت عارف العصفورة وهي طايرة كده لما بتلم جناحها مين اللي ماسكها كده؟ ما قالش الله. ما يمسكهن إلا يعني ممسوكة بقدرة رحمانية رأفة بها وحنانا لأنها ضعيفة. فلو عرفت تعمل ضعيف زي العصفور ساعة جناحك يتكسر احنا تطير بقدرتنا، تطير برحمتنا. لكن العبد ما عرفش يعمل عبد. العبد عمل ناصح على ربنا وعمل ملك مع الملك في المملكة، قال له خلاص يا حبيبي طير بجناحك. عشان كده تحولت معيشة بعض الناس إلى نكد، وتحولت أرزاق بعض الناس إلى تعب وإرهاق، وأصبحت الحياة علمت فينا وأثرت لدرجة إنها باينة على وشوشنا إن إحنا تعبنا، أرهقتنا الدنيا، لأن إحنا ما سبناش الدنيا على الديان، وما سبناش الدنيا للديان، وما عرفناش نهرع بالدنيا إلى الرحمن، لا هرعنا من الرحمن إلى الدنيا. ولذلك ربنا في آخر الآيات يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه، مكفي على وشه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الرحمن، قولوا ربنا، ارجعوا لربنا. شوف أسرار الربوبية والملك في الأربع آيات. يبقى أول حاجة دلنا على يقين العصافير وتجرد العصفورة من قوتها إلى قوة الله.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم. من اعتمد على عقله ضل، من اعتمد على الناس زل، من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد علينا ما زل ولا ضل ولا قل ولا مل. خلي اعتمادك علينا. ولذلك سيدنا النبي علم السيدة فاطمة يقول لها يا فاطمة لا تعجزيني كل صباح تقولي يا حي يا ايه برحمتك ايه اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى ايه الى نفسي طرفة عين. يبقى ده استنصار بمين؟ الله سبحانه وتعالى ملك. ايه اللي عايزه ربنا من الايات دي؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات. ربنا بيعاتب ناس عاشت في ملكه ما شفتوش. ربنا بيعاتب الناس اللي عاشت عميانة مكبة على وجهها مكفية على وشها، عايز كل حياته جمع مال جمع مال جمع مال سلطان، وبعدين نسي ان المملكة دي كلها في ايد الديان. يقدر لو حبك يديها لك كلها من غير عنى، يسخر لك اسبابها. فيقول اول مثال أولم يروا إلى الطير فوقهم. أهو أنت مش محتاج تستدل بالربوبية على أكتر من دليل بسيط جدا. بص فوق في السماء كده عصفورة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. طب العصفورة لما بتطير بالجناحين زيك كده عندها حول وقوة، عندها دكان بيبيع ويشتري، عندها عربية بتجيب لها فلوس، عنده شركة عنده عيادة، عنده مدرسة، عنده طيب وبعدين قال طب مين بيرزق اللي ما عندوش؟ قال اللي بيمسك الطير لما ما يبقاش عنده جناح يطير بيه. فهمنا؟ شوف ربنا بيعلمنا الربوبية ازاي، بيكشف لنا عن أسرار الربوبية بلطائف رحمانية. كل ما يدور في المملكة الله يدبره. وربنا ليه بيصيغ الإشارات البسيطة دي؟ إيه العصفورة وهي طايرة وفردة جناحها وقفلة جناحها؟ ما هو شايفك يا كبير، يا اللي عاملينك كبير في المملكة مش عارف تستدل على الله، فبخليك تستدل على الله بأصغر موجودات الوجود. بجيب لك أصغر حاجة أنت تقدر عليها. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. الإنسان بيعصانا وهو مش واخد باله إن النعم التي استعنت بها على معاصينا إحنا اللي عاطينها لك. أما تستحي أن تعصاني في بيت أنا رزقتك إياه؟ أما تستحي أن تعصاني في ثوب أنا سترتك به؟ أما تستحي أن تعصاني بعين أنا جعلت فيها البصر وأنا اللي مديتها بإسرار اسم البصير؟ أما تستحي أن تعصانا بلسان إحنا اللي حركناه؟ أما تستحي أن تعصانا وتفتري على الناس بقوة إحنا اللي أمدناك بيها؟ لو رفعت عنك كفي صرت في الوجود عدم. يا عبدي لو رفعت عنك كفي صرت في الوجود عدم، ما بقاش ليك وجود. فأنت أكبر ما في الوجود إن أطعتنا وأصغر موجود إن عصيتنا. حد شاف من ربنا حاجة وحشة؟ كم دعوة دعيتها لربنا وأعطاك إياها وكأنك ولي؟ كم لله من صائم قائم ساجد سابح مسبح ولم ينل ما نلت من النعم. يعني أنا متهيألي في ناس لو جبنا ناس نعمة العافية اللي احنا بنعصى ربنا بيها دي ونستعين بيها على معاصي ربنا، في ناس راقدة على الأسرة أكثر مننا تسبيحا، أكثر مننا عرفانا، أكثر مننا شكرا حتى لله، وإحنا في نعمة في ثوب العافية وما بنشكرش ربنا. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون.